طيب، دي حلقة تعتبر الجزء التاني بتاع حلقة. لو انت عايز تعيش عيشة كويسة في طبقة متوسطة عليا. كانت من الحلقات الكويسة جدا واللي لقت تفاعل كويس من الناس، وفي نفس الوقت جابت لي برضو انتقادات ملهاش نهاية، عشان انا قلت رقم كان رقم بالنسبة لناس كتيرة يخض. فقررت ان انا لازم اذاكر برضو، وانا الحمد لله انا على تواصل مع كل فئات او كل المستويات الاجتماعيه، وعندي صحاب في كل حته، فالحمد لله سهل ان انا اجيب المعلومه واجيب المعلومه الحقيقيه من تحت. انا بحب دايما ما باخدش من المعلومات السطحيه، دايما بحب انزل، ودي حاجه اتعلمتها من الشغل بتاعي. خش في التفاصيل، اعرف تفاصيل التفاصيل، هي دي اللي هتعلمك. المهم، خلينا نقول بقى ايه هو الحد الادنى للشخص اللي يقدر يعيش بيه في مصر كحد ادنى ما تقدرش تنزع عنه. اول حاجه احنا كنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، ان في بنود معينه بتاكل، ممكن تكون بتاكل من 30 ل 40%، وساعات بتوصل ل 60% من دخلك الشهري. اللي هم ايه؟ اللي هم السكن، اللي هم العربيه، اللي هم التعليم. طيب انا النهارده هتكلم على بروفايل او فئه معينه من المصريين اللي هم الثلاث حاجات دول يقدروا يشيلوهم من ميزانيتهم. بمعنى انت النهارده او انت النهارده لسه متخرجين من الجامعة، ولسه في بداية حياتكم من سن ال20 لغاية سن ال30. نظريا انت قاعد مع اهلك في البيت، ما تسيبش اهلك خلاص، وما تتغربش، وحاول ان انت تستفيد من كل حاجة تحت ايدك تقدر تستغلها. واولهم البيت ده، مجرد انك موفر سكن مع اهلك، هتقدر توفر من 4 ل 5 تلاف جنيه على الاقل شهريا لو انت قاعد معاهم. وانا ليه هنا قلت 4 5 تلاف جنيه؟ عشان ده متوسط الايجار في منطقة اقل من المتوسطة بكتير، وفي مساحة صغيرة جدا، وحتى لو مشترك مع حد في السكن، فهنقول 4000 جنيه دول اقل حاجة هتقدر تدفعها في الايجار. فمجرد سكنك مع اهلك دي حاجة كويسة جدا. فلازم تستغل القصة دي. ناس كتير تقولك لا انا بقى كبرت عايز استقل بنفسي، والكلام ده غبي. لو انت في ايديك انك توفر الفلوس دي وفرها، عشان انت هتلاقي نفسك موفر حاجات تانية كمان انت مش واخد بالك منها. موفر غسيل، موفر اكل، موفر كهرباء، موفر مش عارف ايه، حاجات كده، ايه، مصاريف اخرى احنا بنسميها بالانجليزي others او miscellaneous، انت مش واخد بالك منها. خلاص، دي ممكن يلموا لهم مثلا حوالي 1000 جنيه كمان في الشهر. فليه لا؟ ليه ما وفرهمش؟ طيب، الحاجة التانية المهمة جدا، المواصلات او العربية. مهم جدا في بداية حياتك، وانا قلتها في كل الفيديوهات اللي قبل كده، ما تشتريش عربية. لو انت النهاردة مرتبك 10000 جنيه، 15 20 25 30 40 لغاية حتى 60 70، ما تشتريش عربية. ده وجهة انا نظري بحساباتي المتواضعة. انا ليه اجيب عربية اصرف عليها في المتوسط ما بين فايدة وضريبة وتأمين وبنزين وصيانة مش هتقل عن 20000 جنيه في الشهر على الأقل؟ ليه؟ فدي أول حاجة، اوعى تشتري عربية. تاني حاجة، حاول ان انت يبقى شغلك قريب من البيت، او حاول ان بيتك يبقى قريب من الشغل. قاعد جوه القاهرة ولا قاعد محافظات؟ وجوه القاهرة قاعد فين؟ في جوه القاهرة قاعد في الضواحي اللي حوالين الدائري البعيدة، ولا قاعد جوه وسط القاهرة؟ دي تفرق كتير قوي، وهقول لكم ليه. لو انت قاعد بره القاهرة، اعمل حسابك ان الدخول بره القاهرة اقل بكتير قوي من الدخول في القاهرة. وده للاسف الواقع اللي احنا عايشين فيه. حتى اسكندرية، يعني حتى في اسكندرية فرص العمل مش زي الفرص العمل اللي موجودة في القاهرة. فللأسف لو انت عايز تعمل فلوس هتضطر ان انت لازم هتسافر القاهرة، ده لو انت من الأقاليم. فهتضطر هتحط بنود معينة في المصاريف بتاعتك ما كانتش موجودة، أهمها طبعا السكن. يعني السكن هو البند الأكبر في الميزانية بالنسبة لأي شاب أو أي شابة. البساطة، لو انت جاي من الأقاليم أو جاي من الضواحي البعيدة دي، حاول ان انت تسكن قريب من شغلك، أو حاول لو انت ساكن في حتة بعيدة هقولك انت مضطر ان انت تأجر. هنا بقى المهم، انت شغلك فين؟ شغلك في وسط القاهرة يبقى تأجر في وسط القاهرة. شغلك في الضواحي او في القاهرة الجديدة او في 6 اكتوبر، يبقى برضو تجيب سكن قريب من شغلك. ليه؟ في حاجة مهمة جدا الناس ما بتاخدش بالها منها، ان وقتك اللي انت بتضيعه في المواصلات ده له تمن كبير قوي على صحتك، والوقت ده المفروض بيتحسب بفلوس. مثالا، انت النهاردة مثلا بتاخد ما يعادل 500 جنيه في اليوم، بشتغل 10 ساعات في اليوم، فالساعة بتاعتي ب50 جنيه. خلاص، دي مواعيد العمل الرسمية.
حسبتك غلط. هقولك غلط ليه بمنتهى البساطة. عشان انت مش حاسب المواصلات اللي انت بتركبها الصبح وبتركبها بالليل، او بتضيع فيها وقت الصبح وبتضيع وقت فيها بالليل. مثال، انت دلوقتي شغلك مثلا في وسط البلد، وساكن مثلا في مدينة بدر، خلاص. فانت عشان تطلع من مدينة بدر توصل لغاية وسط البلد هتدفع لك مواصلات حوالي 100 جنيه مثلا، او بلاش 100 جنيه، هتدفع لك مواصلات حوالي 70 جنيه. ال70 جنيه دول وانت مش حاطط في اعتبارك ان انت اشتغلت او ضيعت ساعتين الصبح وساعتين بالليل. فانت كده مضيع كام؟ 4 ساعات زائد ال10. يبقى انت كده اشتغلت قد ايه؟ او اجمالي الوقت اللي انت خصصته للشغل قد ايه؟ 14 ساعة. فبالتالي ال 500 جنيه المفروض مبدئيا كده تخصم منهم المواصلات اللي انت دفعتها، اللي هي كانت المفروض تبقى في المتوسط مثلا 20 30 جنيه، وخصمت 100 جنيه. فال 500 مبدئيا بقى 400. وال 400 بدل ما هيتقسموا على 10 يعني 40 جنيه في الساعة، لا هتقسمهم على 14. فانت كده الساعة بتاعتك بقت بكام؟ بقت بقدرة قادر ما كملتش 30 جنيه، بقت حوالي 25 جنيه. احسب بقى كده على الشهر وعلى السنة. شوف انت كام ضيع وقت قد ايه. بلاش احسبها بطريقه بلدي تانية. انت ال4 ساعات دول لو جيت ضفتهم على ال10 ساعات، انت كانك اشتغلت نص يوم زياده لمجرد انك ضيعت ساعتين الصبح وساعتين بالليل في المواصلات. فدي حسبه مهمه جدا. بينما بقى تعالى فكر فيها من الناحيه التانية. لو انت النهارده ساكن في شبرا مثلا، او ساكن في الزيتون، او في اي حته من الاحياء اللي قريبه من وسط البلد، هتصرف مواصلات مثلا 20 جنيه. والمواصلة بتاعتك اللي هتاخدك لوسط البلد هتعدي الكوبري بتاع النيل، خلاص نص ساعة تبقى في ايه؟ في وسط البلد. فانت كده وفرت قد ايه على نفسك؟ نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل، يعني ساعة. يعني موفر كام؟ يعني موفر 3 ساعات. يعني موفر تلت يومك او تلت ساعات العمل اللي انت كنت هتضيعها، حتى لو بمرتب اقل. تحسب كده يوميتك كام؟ يوميتك 400 جنيه، اتخصم منها 50 جنيه مواصلات، 350 جنيه على 11 ساعة. بقت الساعة واقف عليك بكام؟ 30 جنيه أو 35 جنيه الساعة. بينما في السيناريو الأولاني كان مرتبك فيه أعلى، كنت بتضيع فيه وقت أكتر في المواصلات، وقفت عليك الساعة بتاعتك بأقل من 25 جنيه. دي حسبة مهمة جدا لأي موظف، وخصوصا في الوظائف البعيدة او اللي مواصلاتها مقرفه. لازم تبقى حاططها في اعتبارك كويس قوي. حسبتك وانت بتنقل كمان من شركه لشركه لازم تبقى حاططها في اعتبارك. ناس كتيره قوي ما بتحسبش الحسبه دي. وهقول لك الحسبه دي مهمه ليه. عشان انت في بدايه حياتك ممكن تلاقي نفسك ممكن عندك القدره انك تشتغل شغلانه تانية. طيب الشغلانه التانية دي انا هجيب لها طاقه منين وانا مضيع على 14 ساعه الصبح ما بين مواصلات وما بين عدد ساعات عمل؟ فدي مهمه جدا. غير الطاقة مش هيبقى أصلا عندك وقت. هم خلاص في 4 ساعات طاروا مواصلات، فأنت لازم تبقى حاسبهم كويس أوي. طيب ما تضيعش فلوسك. أكبر حاجة بتضيع الفلوس الدخان. ابعد عن الدخان، هيأذي صحتك وهيدمر لك جيبك. يعني أنا ما أظنش إن في نوع سجاير النهاردة موجود في السوق بأقل من 50 جنيه. حتى المضروب الصيني اللي جاي متهرب، خلاص مفيش علبة أقل من 50 جنيه في 30 يوم. 1500 جنيه في 12 شهر، يعني كام؟ يعني 18000 جنيه في السنة. يعني كأنك داخل جمعية وهتقبضها في آخر السنة 18000 جنيه. عارف يعني ايه 18000 جنيه؟ ده مجرد بند واحد اسمه السجاير. فأنا هنا بحذر دايما السجاير. تاني حاجة، قعدة القهوة. لو انت من اللي بيقعدوا او بيكسروا من قعدة القهوة مرتين ثلاثة في الاسبوع، ما اظنش ان اي قعدة من دول هتكلفك اقل من 50 جنيه في 3 مرات في الاسبوع. خلاص، يعني 150 جنيه في 4 مرات في الشهر، يعني كام؟ يعني 600 جنيه. يعني كام في السنة؟ حوالي 7 ونص. ليه؟ حاجتين ملهمش أي 30 لازمة. يعني يا ريت تضيعهم حتى إنك تتفرج على حلقات على يوتيوب، حلقات أحمد أو حلقات غير أحمد، أي حلقة تتعلم منها، أو تشترك لك في أي برنامج من البرامج اللي هي إيه بتعلمك لغة، بتعلمك إنجليزي، بتعلمك كورس، أي حاجة أبرك من إنك تضيع وقتك ولا على القهوة ولا على السجاير. فدي مهمة جدا البندين دول، بند السجاير وبند القهوة، من ضمن مصاريفك. البند التالت او النصيحة التالتة واللي هي مهمة جدا، انا كل الحاجات دي انا بقولها عشان في الاخر اوصل لرقم معين. انزل اشتري حاجة البيت واكلك وشربك من السوق. فاكهتك، خضارك، فراخك، لحمتك، اشتريها من السوق. ابعد عن السوبر ماركت، وابعد طبعا عن الاكل الجاهز باي شكل من الاشكال. حتى لو كان الاكل ده فول وطعمية، مش هتقدر بقيت حياتك تفضل عايش على الفول والطعمية وتقدر تعيش في اليوم. لو انت حاسبها صح وعملت الشوبينج بتاعك او اشتريت مشترياتك صح، تقدر تاكل في المتوسط من 200 ل 250 جنيه بالكتير قوي، وجبتين محترمين فيهم غذاء محترم جدا كل يوم. انا ممكن ابقى افصل لكم بعد كده التفصيله بتاعتها ال 200 جنيه دي ممكن تتحسب ازاي.
فانت 200 جنيه في اليوم اكل وشرب. تاني، من اسواق الشعبيه. مفيش حي في مصر كبير او منطقه ما فيهاش حي شعبي او ما فيهاش سوق عباره عن شارع شعبي. وده اقدر مثلا ادي مثال مثلا على مصر الجديده، اللي ساكن مصر الجديده بقاله 30 40 سنه زيي. سوق مثلا هارون الرشيد في قلب مصر الجديده، تقدر تنزل تشتري الفاكهه والخضار واللحمه والفراخ وكل حاجه مثلا. انا بديكم مثال يعني. طيب هتروح حتى لو مضطر تنزل السوبر ماركت، خد بالك في منافذ ما تعتبهاش. اسامي معينه دي مش بتاعه الناس اللي بتوفر، الناس الناصحه. روح للسوبر ماركتس اللي بتبيع بالنص الجمله. وبرضه هنا برضه محتاج ان انا اوضح، للاسف الاحياء القديمه بتاعت القاهره غير الاحياء الجديده بتاعت القاهره. الاحياء القديمه بتاعت القاهره الاسعار فيها في المتوسط ارخص على الاقل 10 15% من الاحياء الجديده. قيس على اي حاجه، قيس على البطيخه، قيس على المانجا، قيس على كيلو الفراخ، على كيلو اللحمه، قيس على اي حاجه، هتلاقي ان الاحياء القديمه حتى لو في منطقه راقيه ارخص ب 10 15% من الاحياء الجديده اللي بره القاهره القديمه او القاهره الجديده يعني. خلاص، فدي مهمه برضو لازم تبقى حاططها في اعتبارك كويس قوي وانت بتحسب. ما تشتريش من الاحياء الجديده خالص، انسى. حتى لو في منطقه شعبيه، لو عايز تشتري انزل اشتري من الحي الشعبي اللي في القاهره القديمه وسط القاهره. فدي مهمة جدا، هتوفر معاك فلوس كتير. خلاص، وزي ما قلنا ده يعني لو ربنا رزقك حاول ان انت تستغل كل حاجة في حياتك. لو الشغل مثلا بيوفر لك انتقالات، استغل الانتقالات. اتوبيس بيجمع بيلم الناس زي شاطل باص، او بيتوقف في محطة معينة بيلم الناس ويطلع على المصنع او يطلع على المكتب، استغله. مفيش حاجة اسمها راحت عليا نومة فهركب تاكسي ولا هركب مواصلة او هركب ميكروباص ولا هركب ايا كان. ما تعملش كده. مهم جدا برضو، بلاش يا جماعة الكسل اللي احنا فيه. احنا اكتر شعب بيكسل يمشي 50 متر 60 متر يوقف له توك توك يدفع له 10 15 جنيه عشان ما يمشيش ال 100 ولا ال 150 متر دول. انا عارف ان الجو حر والجو شمس والجو تراب، بس احنا برضو للاسف احنا ما بنتحركش كفايه. امشي، اتمشى ووفر ال 10 15 جنيه او وفري ال 10 15 جنيه. انا عارف ان بالنسبه للبنات كمان بالذات ممكن يبقى فيه شويه مضايقه لو هي بتمشى في الشارع، ولكن حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا توفروا فلوس المواصلات اللي ملهاش لازمه. لو تقدر تمشي امشي، خصوصا المواصلات التافهه اللي هي زي التوك توك. انا بالنسبه لي التوك توك ده يعني مواصله ملهاش اي لازمه، خصوصا مشاويرها معظمها بتبقى مشاوير صغيره لمجرد الكسل يعني. فحاول انك تتحرك. ده اللبس، اوعى تضيع فلوسك على اللبس. وهنا انا هدي نصيحه، الناس هتقول لي انت ما بتعملش بيها او انت عشان انت الحمد لله عندك القدره. والله يعني غير نخش في تفاصيل، بس مش كل الناس بتبقى طول مدة حياتها او بيجي ممكن يعدي عليها ظروف في حياتها ان هي لا ممكن تلجأ لطرق مختلفة. وهقول لكم على مفاجأة يمكن الناس كتيرة ما تعرفهاش. الناس الأغنياء قوي الهاي لايف قوي اللي ساكنين في التجمع ونيو كايرو وساكنين في ايجيبت وعندهم ستورز اونلاين بيبيعوا على الصفحات بتاعتهم على الانستجرام بماركات تلات ارباع لبسهم جايبينه من وكالة البلح والعتبة. دي حقيقة. واللي اعلى منهم شويه ومكسر ينزل العتبه وكاله البلح بينزل بطرس غالي، بينزلوا عباس العقاد، بينزلوا النزهه الجديده. دول الكسالى شويه اللي عايزين يريحوا دماغهم ويدفعوا فلوس اكتر. فانزل، ايه المشكله؟ انزل انزل العتبه وانزل وكاله البلح ونقي وخلي عندك ذوق. لو انت بتتفرج على اخر صيحات الفاشن بره وعندك ذوق حلو ونضيف هتقدر تنقي الرك زي ما بنقول على الرك على القالب. اللبس في الاخر ده انت بتعرف توفق وتلبسه ازاي. في ناس ممكن تجيب لك لبس غالي جدا ب20 30 الف جنيه شكلهم لابسين لبس ب500 جنيه، وناس تانية بتنزل تجيب لبس مستعمل او سكند هاند من البالة وشكلهم لابس لبس ولا تقول ايه ده، ايه اللبس ده، ما شاء الله، ده شيك جدا، ده شكله جايب الحاجات دي من بره. فهو الرك على الذوق. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك اصل انت كل ما تدفع فلوس زياده يبقى انت كده بتدفع جايب حاجه افخم. ولا حد اصلا يعرف الكلام ده. ولو اشتريت حاجه غاليه هيخسفوا بثمنها يقول لك ده ثمنها ارخص. فخليك صايع وذكي او خليكي ذكيه وانزلي اشتري الحاجه اللي مناسبه لذوقك وتعرفي توفقيها كويس على شكلك وعلى جسمك او على جسمك. وانزلوا وفروا. اللبس ده منتج استهلاكي ملوش اي 30 لازمه. وفر فيه على قد ما تقدر وانزل اشتريه من ارخص حته ممكنه. لو عندك شغل في البورسعيد هاته من بورسعيد او الانطره، فيها ارخص لبس تقريبا موجود في مصر، ده عن تجربه يعني. وبيبقى فيه لبس مستورد كمان يعني ماركات يعني او حاجات جودة كواليتي عالية. من الحاجات المهمة جدا الموبايل. انا عارف الموبايل برستيج وواجهة في وسط المنطقة وفي وسط صحباتي وفي وسط صحابي وفي وسط زملائي.
صدقوني يا جماعة، ولا يعني هتتنطط مرة واحدة لمدة نص ساعة وخلاص كده. محدش اصلا هيفتكر ولا حد اصلا هيبص. فما تضيعش فلوسك على موبايل غالي. طالما الموبايل بتاعك شغال وبيأدي الغرض بتاعه، عليه نت وعليه واتساب وبيستقبل، وممكن تحط فيه سماعات وتسمع بودكاست او تسمع فيديو على يوتيوب تتعلم منه حاجة، الحمد لله كفاية، حلو قوي كده، مش محتاجين اكتر من كده. لكن هتروح تخش جمعية او تروح تستلف بفاليو او بغير فاليو عشان تجيب لك ايفون، او انت تروح تجيب لك ايفون ب 40 50 الف جنيه عشان يبقى اسمك قدام صحابك ماسكه ايفون، ده اسمه هطل. ده اسمه سفه. عايز اقول لكم الاغنياء اللي بيقبضوا 150 و200 الف جنيه ما بيعملوش كده. بيكون عنده التليفون بقاله 6 و7 سنين وبيروح يصلحه، وبيروح يصرحه في السراج مول، وبيروح يدور على ارخص حته يغير فيها الشاشه. ده واقع، وانا انا بحكي لكم والله العظيم. انا عايش مع الناس بتوع ايجيبت وعايش مع الناس بتوع مصر، شغلي كده، خلفيتي الاجتماعيه وسط، فبشوف ده وبتعامل مع ده. ده الواقع. الاغنياء مش زي ما انتم متخيلين، الاغنياء انصح مما تتصور. الاغنياء بيروح يدور، ما بيشتريش، بيحط الحاجه في الباسكت بتاع امازون ويحط عليها نوتيفيكيشن عشان اول ما ينزل عليها عرض حتى لو هو محتاجها ما بيشتريش غير عليها خصم، عليها البروموشن. خليك ناصح زيه. ما تشتريش حاجة انت مش محتاجها، ما تشتريش حاجة للواجهة او للمنظرة الفارغة. فلبس وموبايل خلاص مهمين جدا. اكل وشرب، لا، اكل وشرب انا قلت لك تعمل فيهم ايه، لازم يبقى حاجة جودتها كويسة عشان ما تمرضش. خلاص، ولازم توفر زي ما قلنا في السجاير وعادة القهوة. طيب، في الاخر الرقم اللي انا وصلت له اللي ممكن الناس برضو تنتقدني عليه، وانا شايف ان ده الرقم الحد الادنى اللي انت ما تقدرش تنزل عنه، وهديكوا البريك داون دلوقتي. مش هيقل عن الفرد لوحده، فرداني كده، جثه لوحده مش مسؤول عن اي حد معاه، مش هيقل عن 6000 جنيه في الشهر للاسف. طبعا لو اسره الرقم ده طبعا هيزيد، وزي ما انا قلت لكم احنا بنتكلم في المتوسط. وانا هنا بفترض ان انت هتقعد في سكن ببلاش مع اهلك زي ما قلنا. هفترض ان انت مواصلاتك مش هتزيد عن 50 جنيه في اليوم، في 30 يوم يعني حوالي 1500 جنيه، مع ال 4000 جنيه اكل وشرب، وهنقول مثلا 200 300 جنيه كمان موبايل لو انت بتستخدم حتى الانترنت في اي حته فيها واي فاي. فاحنا كده اتكلمنا على الاكل، اتكلمنا على المواصلات، اتكلمنا على مصاريف اخرى ممكن انت تصرفها. مش هيفضل لك غير مش هتقدر تصرف او مش هتقدر تخصص اكتر من 500 جنيه لبس او 400 جنيه لبس في الشهر. وانا هنا لما باجي بحسب اللبس دايما بحسبه على الشهر. ليه؟ تشتري حاجة او حاجتين كبيرة طول السنة، حاجة شتوي مثلا وحاجة صيفي. بنطلون مثلا في الصيف او بنطلون وقميص في الصيف هيكلفوك مثلا 1000 جنيه او 1500 جنيه، وجاكيت مثلا في الشتاء هتكلفك مثلا 2000 3000 جنيه. فهنقول مثلا الاجمالي بتاعهم 5000 جنيه، هتقسمهم على 12 شهر يعني 400 جنيه. انا بحسبها كده. ف 400 جنيه لبس مع 1500 جنيه تقريبا مواصلات، يعني بنتكلم في 2000 جنيه، مع 3 4000 جنيه كمان اكل. وهنا مفيش سجاير، مفيش قهوة، مفيش خروج، مش هتقل عن 6000 جنيه. ده الرقم الحد الادنى اللي مستحيل حد يقدر يعيش باقل منه. وده انا اخد في الاعتبار ان انت قاعد ببلاش. لو انت بقى مغترب هتضطر ان انت هتنزل من الاكل بتاعك وهتلغي بند اللبس ده خالص من حياتك، خلاص، عشان تقدر توصل لنفس ال6000 جنيه. عشان انت في المتوسط، انا لما جيت عملت بحثي وسألت الناس كلها، مش هتلاقي مكان بأقل من 6 7000 جنيه إيجار في الشهر. هتشترك مع بعض الأفراد المغتربين اللي زيك، ده لو لقيتهم بعد بحث طويل، هتاخد لك أوضة مش هتدفع أقل من 1000 ل 1500 جنيه على الأقل. مفيش حاجة أقل من كده للأسف. فهو نفس الرقم مع تضحيات أكبر بكتير. بس ده الطبيعي في بداية حياتك، إن أنت ما تبقاش بتتحوش، ولازم تصبر. مش تصبر نفسك، هو ده الواقع. أنت بداية حياتك مش هتحوش حاجة، أنت بتتعلم وبتزود خبرة ومهارة لأيا كانت الحرفة اللي انت بتشتغلها او الوظيفة اللي انت بتشتغلها. بعد سنتين وبعد 3 هتلاقي الستة بقت 10، وبعد 3 4 سنين ال10 بقت 15، وهكذا. بتتفتح لك، ربنا بيفتح لك ابواب رزق في حاجات جانبية، سبوبة هنا، على طلعة سمسرة هنا، على واحد صاحبك بيبيع حاجة اشتريتها منه بالرخيص رحت بعتها لحد تاني، وهكذا. هتلاقي نفسك بتطلع فلوس. ان انت تستغل كل حاجة عندك. شغلك بيوفر انتقالات، استغلها. قاعد مع اهلك ببلاش، استغل اهلك. هتوفر شوية فلوس في الانترنت والكهرباء واللي مش عارف ايه زي ما قلنا قبل كده. فحاول تستغل كل الظروف اللي في ايديك انك توفر كده. واول ما يبتدي دخلك يزيد، حاول ان انت ما تضيعش الزيادة دي
تضيعها في اشياء افهى وسفه ملوش اي لازمه، مظاهر كدابه. يا تصرفها على نفسك وتطوير نفسك، يا تحوشها. ولازم يبقى تحويشك ده موجه لحاجه معينه. عايز اخد كورس، عايز اجيب مثلا عربيه، عشان لما اجيب عربيه هوفر مواصلات، وشغلي محتاج عربيه هتزود لي دخلي، وهكذا. لازم يكون عندك الفكر الاقتصادي ده. انا مش هجيب العربيه عشان خاطر المنظره، انا هجيب العربيه دي عشان اشتغل بيها، ممكن اشتغل بيها اوبر. لازم يهو ده فكرك. ولازم التحويش ده يكون لهدف معين انت حاطه في دماغك. اجيب بيهم تذكره واطلع بيهم فيزا عشان اطلع مثلا اشتغل في ايا كانت بلد ايه، ايطاليا، اسبانيا، نيجيريا، ايا كان. ده التفكير اللي لازم يكون في دماغك. عشان اختم بقى، يعني اتمنى ان انا اكون النهارده حاولت على قد ما اقدر ان انا اوصل بقى وجهة النظر الناس اللي محدش بيتكلم عليها، الناس الاقل دخلا، اللي ظروفهم اصعب بكتير من الطبقه المتوسطه العليا وطبقه الاغنياء. حلقة الطبقة المتوسطة العليا زعلت ناس كتيرة مني، بس هو ده الواقع. انا عايش وسطيهم وعارف انا بقول لكم ايه، وانا عندي اسرة وعندي بيت وعارف مصاريفي كويس قوي عاملة ازاي. انا بتابع مصاريفي بقالي حوالي 5 سنين على اكسلاية. عارف بالظبط انا بصرف كام في الشهر على كل ايتم، او كل بند، او كل حاجة بتطلع من جيبي بكتبها، حتى لو كانت بقشيش. فانت لازم انت برضو يكون تفكيرك كده. فالناس انتقدتني والناس زعلت مني، فانا النهارده اتمنى ان انا اكون وصلت برضو الحالة اللي الناس بتعيشها، والظروف الصعبة والضغوط اللي الواحد بيبقى محطوط فيها. وزي ما قلت لكم، الحسبة ما فيهاش مفر. هو ما فيش حاجة تانية. ده هو كده مش عايش. ده هو كده بيصحى من النوم يروح الشغل، يرجع من الشغل يروح ياكل ينام، وهكذا. طحونة. بس معلش، مدة وهتعدي. بعد كده ان شاء الله الدنيا بتفك، والخبرة بتزيد والدخل بيزيد. يا رب لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه في الحلقة النهاردة.